السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل الفستق الكداب لكل حلويات رمضان. انا بعمل بالسوداني كأنه فستق بالظبط. انا معايا هنا نص كيلو سوداني ني. معايا هنا سوداني ني. ليه جايباه ني؟ عشان يستحمل حرارة الفرن. معايا لون غذائي اخضر. معايا ريحة الفستق او طعم الفستق. معايا ربع كوباية مية. كل ده هخلطهم ببعض علشان احطه على السوداني وادخله الفرن. في ناس بيعملوه في الطاسه، مفيش مشكله. هحط ربع كوبايه الميه وعليها نقطتين من اللون الغذائي اللي هو لونه اخضر، هو عباره عن جل. بحط نقطتين الاول بس، انا بعد كده هحط نقطتين تاني، يعني هيبقوا 4 نقط. ومعايا هنا معلقتين كبار من طعم الفستق او ريحه الفستق، يعني بيدي طعم للسوداني شويه. وهقلبهم كويس، وهنزل بالربع كوبايه ميه ديت على السوداني، هرشه عليهم كلهم. فحسيت ان اللون هنا عايز يتغمق معايا سنه. عايزه تزودي اكتر من 4 نقط براحتك خالص. انا بالنسبه لي اللون هنا كويس، فحطيت كمان نقطتين علشان يغمق معايا شويه كمان. انتي عايزه تزودي اكتر من 4 نقط براحتك خالص، مفيش مشكله. هو عباره عن لون صحي، مفيهوش مشكله. طعم الفستق طعمه حلو، بيدي يعني تطعيمه كويسه للسوداني. يعني ادينا يعني بندي ايحاء ان هو فستق، بس طبعا لا غنى عن الفستق. جبت السوداني وحطيته في صينية وفردت كويس علشان هدخله على فرن درجة حرارة 180، علشان ربع كوباية مية اللي انا حطيتها دي لازم تنشف. وعندي السوداني هنا ني فلازم يستوي. دلوقتي هدخله الفرن. حطيت خلاص الكوبايه اللي هي الربع كلها، الربع كوبايه، ما تكتريش على الربع كوبايه عشان ما يعجنش معاكي. كده خلاص هدخله الفرن، وهيقعد حوالي، على انا ما حسبتلوش ساعه يعني او اي حاجه، هو على حسب ما يحمر معاكي. وكل شويه وهو في الفرن ببتدي اقلبه على الجناب التانية، وافضل اقلب كده فيه شويه لغايه لما يحمر معايا، بس ما يحمرش قوي علشان ما يتحرقش منك في الفرن. انا بالنسبه لي اللون ده كده كويس جدا، وما كترش عن كده علشان ما يتحرقش من السوداني في الفرن. فكده هطلعه وهبتدي افرده على فوطه المطبخ، علشان لو سبته في الصينيه ممكن يعرق معايا السودانيه، وانا مش عايزه كده. فهسيبه وينشف على الفوطه براحته ساعه 2، مفيش مشكله. وبعد كده لما الاقيه نشف زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي اضربه. اضربيه في المطحنه، اضربيه في الكاتش، زي ما يعجبك خالص. هو ناشف بوريكي، بص لونه تحفه معايا جدا. عايزه تغمقي عن كده برضو براحتك، زودي في اللون الغذائي وحطي اكتر من 4 نقط براحتك خالص. العبي باللون زي ما انت عايزه، بس ما تغمقهوش قوي. كده هضربه في الكبه، ممكن تضربيه في المطحنه بتاعه الخلاط. هضربه ضرب متقطع. ضربه متقطع، انا مش عايزاه مهري خالص، عشان لو ضربته وتكيت عليه في الضرب هيتهري مني وهيبقى زبدة سوداني، وانا مش عايزه كده. انا عايزاه مجروش بس عشان يدي الجرشه كانه فستق مش اكتر. انا ليه بحط ربع كوبايه الميه؟ عشان اللون يمسك في السوداني. وبعدين انا كنت حطاه على الشوايه بتاعه الفرن، وعيني عليه قاعده قدامه علشان ما يتحرقش مني. انا بالنسبه لي عايز ضربتين كده، يعني برضو ضربتين متقطع وخلاص. كده خلص معايا السوداني. السوداني دوت علشان تحطيه في الحلويات، بتحطي عليه معلقتين سيرب، اللي هو العسل اللي بتعمليه عشان بيبقى تقيل، وتحشي بيه الحشوات سواء كنافة جلاج علشان يمسك وما يوقعش منك وانتي بتحطيه مثلا في الكنافة. خلاص هو كده خلص معايا. وابتدي حطيه كيسيه في كيس، او حطيه في علبة في بطرمان، ويقضي معاكي شهر رمضان، تمشي بيه كل الحشوات وهيعجبك جدا. انا اللون ده بالنسبه لي كويس جدا. عايزه تغمقي براحتك اللون، العبي فيه زي ما انت عايزه. كده خلص معايا، ونمشي بيه امورنا ودنيتنا. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس، واستنوني في فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.